طبعا في الاجواء الشتويه ديت على اخر النهار بقى عايزين حاجه مسكره وتكون دافيه تدفينا في الشتاء. تعالوا نعمل مع بعض شويه سينابون تحفه جدا، ودي الطريقه الاصليه. هيطلع معاكي قطنه، مش قطنه كمان، هيطلع معاكي اكنك بتاكلي كيكه اسفنجي من كتر ما هي هشه وطريه وطعمها لذيذ قوي. هنبدأ ونقول اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. معايا 6 من كوباية الدقيق، وسبت نص كوباية احتياطي على حسب الدقيق هياخد معايا سوائل قد ايه. حطيت 2 من البيض، وحطيت رشة من الفانيليا، ومعلقة من الخل، و3 معالق من السكر، ومعلقة كبيرة ممسوحة خميرة، معلقة اللي هو ظرف ونص يعني. وخدت معايا بالظبط كوبايتين ونص من اللبن. لبن على ميه يعني، حطيت كوبايتين، كوبايه ونص لبن وكوبايه ونص ميه. وما خدتهمش طبعا كلهم، حطيت بس كوبايتين ونص من الخليط ده، وبدأت اعجن لحد ما لقيت القوام بتاع العجينة عايزينها تبقى طرية، مش اللي هي لزجة قوي تكون، ولا ملزقة قوي ولا ناشفة قوي. فانا حسيت ان هي بتلزق كده شوية، رحت حاطه لها كمان النص كوباية من الدقيق. يعني هي كده خدت معايا 6 كوبايات ونص من الدقيق، يعني كيلو بالظبط دقيق. وبعدين بدأت اعجنها. اهم حاجة في السينابون ان يتعجن كويس جدا. كل ما تعجني العجينة عجن حلو وكويس، هتديكي في الاخر نتيجة حلوة قوي، وعجينة هشة وطرية واكنك بتاكلي كيك اسفنجي بالظبط. وفي الاخر بعد ما خلاص عجنتها وبدأت تتلزق في ايدي، رحت حاطه عليها معلقة ونص من الزبدة، معلقة ونص كبيرة من الزبدة. وبعد كده عجنتها تاني لحد ما بقت قوام زي انتوا ما شايفينها. وبعد كده سبتها ترتاح ساعة تخمر. طبعا عشان احنا الجو ساقع فبسيبها ساعة في المطبخ في الجو الدفا. لكن لو طبعا في الصيف هتاخد اقل من كده بكتير، بس احنا عشان في الجو ساقع. وبعد كده خمرت كويس قوي، ورحت ما بصراحة ما طولتش عليها في الخميرة. كل ما تطولي على العجين بالذات، سواء السينابون او الدوناتس، في الخمر كتير ان هو يخمر كتير فبيديكي طعم كده مش حلو، فبيطعم الخميرة بيبان. لكن هي ساعة كويس قوي كفاية. وبدأت اجيب 3 معالق كبار من الزبدة وفردتهم على العجينة. بعد ما فردتها اسطوانية كده، اسطوانة طويلة كده، بحيث لما اجي الفها رول تبقى سهلة عليا. وجبت 5 معالق كبار من السكر، عليهم معلقة كبيرة من القرفة المطحونة والمنخولة، عشان ساعات بيكون فيها كده قطع ناشفة مبتبقاش حلوة. ومعلقتين كبار من الكاكاو، ديت اختياري، بس الكاكاو صدقوني هتبقى طعمها لذيذ قوي مع القرفة، بتديكي نكهة كده حتة تانية خالص، بتبقى طعمها احلى كتير من ان هي بتكون قرفة لوحدها. وخاصة كمان عشان لو انت عندك اطفال. لكن لو انت بقى من محبين القرفة جدا هتبقى عجباكي جدا كده ايه من غير الكاكاو. وبعد كده رحت بدأت حطيتهم على الزبدة، وبدأت ادمج الزبدة مع السكر علشان تديني القوام الكريمي اللي انتوا شايفينه دوت. لما اجي الفها رول ما تبقاش مضايقاني وتبدأ تتنطور كده وتتنطور كده. وبعد كده بدأت الفها رول. طبعا لو لفتها زي ما هي كده طبعا مش هتعرفي تتحكمي فيها وتطلع كلها سوا واحد، لا اقسميها نصين زي انتوا ما شايفين، وبدأي لفيها رول كده. وبعد كده هنبدأ نقطعها اسطوانات قد بعضها زي انتوا ما شايفين. طبعا كده اسهل كتير. وبص يعني ما تتخضيش ان هو بقى تقولي ده صعب ومش وهياخد معاكي مكونات كتير. لا بسيط ان شاء الله، وهيطلع معاكي بامر الله جميل جدا. وبالذات الاطفال عجبهم جدا، واحلى كمان ما تشتري من بره. القطعه بره يا جماعه ب100 و120 واسعار كده غريبه. بس بسيطه زي انتم شايفين، ما خدتش معايا وقت بس اهم حاجه ان انت تعملي المقادير مظبوطه علشان يطلع معاكي العجينه حلو. والحوار كله ان انت تعجنيها كويس. اهم حاجة في السينابون ان هو لازم يتعجن كويس اوي، عشان في الاخر تديكي عجينة قطنية كده وعجينة طرية وهشة في نفس الوقت. بدأت اقطع العجينة، احاول على قد ما اقدر ان هي تكون اسطوانات قد بعضها، بحيث ان كلها تبقى سوا واحد، مفيش حاجة تبقى طالعة مستوية وحاجة لأ. وبعد كده بتبدأي ترصيهم في الصينية، حاولي تكون عاملة فراغ ما بينهم وما بين بعض كده، علشان لسه طبعا هتخمر بره، وبعد كده لسه هتخمر كمان في الفرن. خلاص كده رصيتهم في الصواني وسبتهم يخمروا، خدوا معايا ربع ساعة بالظبط يخمروا، عشان المطبخ عندي شوية دافي. وبعدين بدأت اعمل الصوص بقى اللي هو احنا نحطه على الوش. طبعا الصوص المتعارف الجامد جدا بتاع السينابون ده يا جماعة، والله طعمه احلى كتير كمان بتاع السينابون. دوت لبن مكثف محلى، بس مش شاريه من بره، انا لسه كنت عاملاه بس مصورتهوش بصراحة ونسيت اصوره.
بس هوريكم الطريقه ان شاء الله، هنزل لكم فيديو للطريقه بتاعته، سهل جدا وبسيط. وبعد كده حطيت عليهم 5 معالق كبار من الكريم شانتيه البودر ومعلقتين من الزبده، وبدات اضربها في الكبه او في الخلاط او بالهاند بلندر على حسب ما عايزه تضربيها. وبعد كده بدأت اول لما السينابون طلع من الفرن رحت نازله عليه بالصوص بتاعه اللي احنا لسه عاملينه، اللي هو اللبن المكثف المحلى والكريم شانتيه والزبده. وبعد كده بقى ايه تسيبيه يتشرب كده وياخد ياخد طعم الصوص بتاعه. وحبه كده دلع من الشوكليت شيبس الابيض، عندك شوكليت شيبس اسود، عندك مش عايزه تحطي خالص براحتك على حسب ما انت تحطي بقى، لو عندك مكسرات بقى تحطي على حسب الحاجه اللي موجوده في البيت. بس شفت شايفين قد ايه طالعه قطنيه جدا وطريه وهشه. بجد كان نفسي يعني اعمل زوم اكتر من كده وتشوفوا قد ايه طريه، انا من كتر ما انا عايزه اطلعها. كانت طريه جدا عامله زي اكني باكل كيك اسفنج بالظبط، والله العظيم مش ببالغ ولا بأفور في الكلام. بس فعلا كانت عامله زي الكيك الاسفنجي وكانت لذيذه، مش قادره اقول لكم قد ايه لذيذه. والصوص اللي عليها دوت اداها طعم مختلف جدا، احلى من الجبنه الكريمي كمان. انا عملتها قبل كده بجبنه كريمي، بس دي الصوص دوت احلى صوص عملته بصراحه. ان شاء الله تجربوها ويعجبكم، وما تنسوش تعملوا لايك وشير لو عجبكم الفيديو، وتشتركوا في القناه وتكتبوا لي كومنت حلو. اشكرك جدا على المتابعه، السلام عليكم.